المرضى ساعات بيسألونا ليه ما نعملش ليزر مباشر على كل الأوردة السطحية والعروق الصغيرة. في الحقيقة الأوردة السطحية اللي هي ممكن تبقى ريتيكولار فين أو تالنجكتيزيا بتبقى موجودة في طبقات الجلد السطحية، ودي ما تبقاش قابلة إن احنا نعالجها بالليزر المباشر. وده لأن استخدام قسطرة الليزر بيحتاج أوردة حجمها أكبر عشان تمتص الطاقة الحرارية بكفاءة. لكن لأن الأوردة السطحية اللي هي الريتيكولار فين أو التلانجكتيزيا دي بتبقى عبارة عن أوردة سطحية وصغيرة جدا وفي طبقات الجلد السطحية كمان بتبقى قريبة من الجلد، فدي ممكن تعرض المريض للمضاعفات والتصبغات. والأهم من كده إن مفيش قسطرة ليزر ممكن نستخدمها وتدخل فيها، لأن الأوردة دي بيبقى حجمها أصغر من اللازم. وعشان كده الكلاكس أو الحقن التصلبي هو أفضل الطرق لعلاج الأوردة في الحالات اللي زي دي. وعشان كده بنقول اختيار الإجراء دايما مش حسب رغبة المريض، لكن بيبقى على حسب خصائص الأوردة نفسها اللي بنعالجها، وهو ده اللي بيحدد جودة النتيجة وغياب المضاعفات.